السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد ما عرفنا خبر تعيين كابتن وليد صلاح الدين مدير كورة في النادي الأهلي، طبعا ده قرار صائب جدا من الإدارة ولجنة التخطيط. نتمنى ياخد صلاحياته كاملة عشان يسيطر على الفرقة وعلى أوضة اللبس. وطبعا عرفنا برضو إن كابتن عماد النحاس مكمل مدير فني مؤقت لحد ما الإدارة تجيب مدير فني جديد أجنبي طبعا. أتمنى برضو إن يجي مدير فني قوي بحجم النادي الأهلي. تجيب مدير فني سي في قوي، شخصية قوية. شخصية قوية دي أهم حاجة يا جماعة عشان تكمل المنظومة. ما تجيبش مدير فني لسه هنجربه، أو مدير فني لسه هنقول أصل كورته حلوة مع الفريق اللي هو ماسكه ومش عارف إيه. لا، الكلام الحموسي ده مش هينفع يا جماعة دلوقتي. خلاص، إحنا خلاص دخلنا في الموسم. لعبنا 4 ماتشات في الدوري تمام، والعملية أصلا يعني مش هينفع أصلا إن إحنا نجرب تاني. فكرة التجربة مرفوضة. فكرة التجربة مرفوضة. فلازم نجيب مدير فني قوي بشخصية قوية يمسك الفرقة عشان يحطها على الطريق الصح، ونرجع تاني للانتصارات ونرجع تاني للبطولات. احنا كده كده ان شاء الله النادي الاهلي مش فارقه معاه يخسر بطوله او اتنين، على قد ما احنا بنتمنى مدير فني قوي يجي يسيطر على الفرقه. ده رقم واحد. رقم اتنين، يقدم كوره حلوه اللي هي كوره النادي الاهلي. تمام. يرجع هويه الاهلي اللي بقالنا كتير شفناها غايبه عن النادي الاهلي من ساعه ما كولر كان موجود اصلا الموسم اللي فات. والهويه بتاعت الاهلي مش موجوده، البلاس 90 مش موجوده. فاحنا محتاجين مدير فني قوي يرجع شكل النادي الاهلي في الملعب صح. واعتقد ان كابتن وليد صلاح الدين هيساند كابتن عماد النحاس وهيدعمه حتى فنيا، لان راجل عالي قوي فنيا زي ما احنا عارفين، مش محتاج انا اقول لكم. كابتن وليد صلاح الدين قامه كبيره يعني فنيا عالي جدا، فاعتقد ان هو هيسانده في الفتره دي. وهو اختيار صح جدا. بس لازم ان شاء الله ربنا يكرم الاداره وتجيب لنا مدير فني قوي بسي في قوي بشخصيه قويه. ده الاهم، اهم حاجه شخصيه قويه عشان يرجع شخصيه الاهلي في الملعب ويرجع شخصيه الاهلي قدام كل الفرق الكبيره والصغيره. المهم يا جماعه، ما تنسوش تدعوا لاخواتكم في فلسطين وصلوا على النبي. سلام.